النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الإكسل وهي تكملة الداتا كليننج. لو جالي كشف بالشكل ده في اوردر ديت اهي، داي ومانث وير وفيرست نيم ولاست نيم. طيب، وفي بعض الأعمدة هنا فارغة فاضية اهي كده. ازاي اقدر ان انا الاول اشيل الاعمدة دي الفاضية عشان انضف البيانات بتاعتي؟ هاجي عشان اشيل الاعمدة الفارغة كلها، باجي هيعمل ايه؟ تحديد الجدول كله اهو كده، كنترول شيفت رايت، تمام، وبعد كده كنترول شيفت داون، ماشي. واجي من عنده هوم كده وهختار find and select. من find and select خلاص go to special، هختار كلمة go to special وهختار ايه، هو محدد لي ايه، هختار على كلمة ايه blanks واضغط اوكي. بص حدد لي كل الأعمدة الفارغة كده اهي اتحددت. طيب عشان بقى ايه اشيل الأعمدة دي، هروح من عند هوم اهي زي ما احنا، هختار ديليت اهي واقول له ايه، ديليت شيت كولم اهي اتشالت عندي. طب انا لو عندي باخدك صفوف بنفس الطريقة بتحبوا نعملها، خلينا نعملها. لو انا مثلا عندي كده نعمل كده insert وخليها من هنا كده insert ونزود ايه صف. طيب اعلم باخدك عليه كده كنترول شيفت رايت كنترول شيفت داون، ماشي. هاجي من هوم find and select واختار go to special، والمرة دي هختار ايه بلانكس. ايوه نختار بلانكس اهو، علمني على الصفوف تمام. يبقى من هوم بقى هختار ديليت عشان نشيلها، من عند ديليت بقى هنا هختار ديليت شيت روز، شيل الصفوف اهو، شل الصفوف كلها تمام. طيب انا بقى عندي عايزه ادمج الداي والمانث والير ده، ادمجهم في ايه، في تاريخ اسمه اوردر ديت مثلا. فانا هاجي هنا واقوم عامله انسرت كده، اوسع خانه الايه التاريخ شويه واكتب مثلا هنا اوردر ديت التاريخ بتاعي. بعمل ايه في داله اسمها ديت ايكوال، وهقول له ديت اهي، واختار بيقول لي هاتي الايه السنه، واعمل ايه كوما واختار المانث وكوما واختار الايه الدي، واقفل القوس واقول له ايه انتر. معلش هنا احنا قلنا دالة اسمها ديت، هنا كانت ايه ديت، لا هي دالة بتاعتي اسمها ديت، دالة التاريخ بتاعتي اسمها ديت تمام. وافتح لها قوس كده بيقول لي ايه، ايوه اهي هات الير اهو، وبعدين هعمل كوما واقول له المانث بعدها كوما، بعدين الدي بعدها، واقفل القوس بتاعي واقول له ايه، اقول له انتر. جاب لي الايه التاريخ، جاب لي الايه التاريخ. تعالوا بقى مثلا معلش كده انتر، جاب لي التاريخ. عايزه مثلا من هنا من التاريخ ده اخليه 2020 واضحه يعني كده فيه، هقول له مور نمبر فورمات واختار كده واقول له ايه اوكي عشان يجيب لي الايه التاريخ ايه واضح اهو. هعمل اوتو فيل. هل ينفع الغي الداي والمانث والير بعد ما عملت الاوردر ديت؟ لو انا عملت كده
ولغيتهم، عملت ديليت لغيتهم. شفت جاب لي ايه؟ ريف. يعني المعادله بتاعتي غلط اصلا، ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ تعالى نعمل لها كنترول زد كده. اولا لان لما انا اضغط هنا كده بيجي لي هنا في الفورمولا بار، بيجي لي هنا الايه المعادله بتاعتي. طب انا عشان اثبتها اقول له كنترول شيفت داون، هقول له كده ايه، هات لي، اعمل كليك يمين واقول له كوبي، ومن كوبي كده هعمل كليك يمين تاني واقول له ايه، بيست فاليو، ثبت لي ده. بس اصبح هنا ايه ده كده ايه، تاريخ. ساعتها اقدر كده من هنا كده ادلت الايه، الداي والمانث ودير، واعمل له ديليت كده اهو. اصبح التاريخ بتاعي بقى عادي مش دالة. طيب لما اجي باخدك هضم الفيرست نيم واللاست نيم، اعمل ايه؟ هاجي هنا اعمل انسرت، انا كده بنظف بيانات، وهنا مثلا اكتب مثلا كاستمر نيم، اسم العميل كاستمر نيم، تمام، كاستمر نيم. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ عايزه اجيب الاسمين دول جنب بعض. هي فيها كذا طريقه، اللي ايه تحبوا تشتغلوا بيها براحتكم. طيب اعمل ايه؟ انا لو قلت له كده ايكوال لور اهي، وفتحت كده واديته ايه، علمت على الاسم مثلا، عايزه اقول لكم لو علمت على الاسم ده كده وعملت ايه، قفلت القوس كده وقلت انتر، هيجيب لي كل الاسم سمول. دي دالة لور بتجيب لي كل الاسم سمول. طب لو انا عايزه كل الاسم كابيتال هقول له ايكوال ابر اهي، واختار مثلا الاسم كده. انا بوريك الدالات اللي بتعمل ايه، بقول له انتر، هيجيب لي كل الايه الاسم كابيتال. طيب في دالة باخدك بتبدأ بالحرف الأول كبير والباقي سمول، اسمها بروبر. اسمها ايه؟ دالة بروبر. هقول له ايكوال بروبر اهي، دالة بروبر، وافتح كده القوس واختار الخلية واقفل القوس بتاعي واقول له ايه انتر. بتجيب اول حرف بس كابيتال والباقي الحروف كلها سمول. طيب عشان بقى ادمج الاسماء اعمل ايه؟ كونكات او كونكاتينيت. فبنعملها ازاي بقى؟ بقول له ايكوال كده ببروبر، باخدك بروبر اهي، بعلم على ايه الخليه بتاعتي الفيرست نيم، وبعدين بقول له ايه بقى، بقول له اند تو كوتيشن، مسافه تو كوتيشن اند، واجيب الايه الاسم الايه اللاست نيم، واقفل الايه القوس بتاعي واقول له انتر. ادي جابها اهي، اول حرف كابيتال وساب ايه، وساب مسافه، وتجاب لي ايه اول حرف في الاسم التاني كابيتال. فدي اسمها بروبر مع كونكات او كونكاتينيت، تمام. واعمل ايه اوتو فيل كده بالمنظر ده. ما ينفعش بقى زي ما انا قلت لك، ما ينفعش ان انا امسحهم. بس هي هنا جات لي المعادله اهي، عشان اثبتها كاسماء قبل ما امسح واحذف لازم اقول له كوبي، وبعدين هقول له بيست فاليو، انسخ لي الايه القيم بتاعتي، تمام. اصبحت ايه، جابها لي ايه كل حاجه ايه باسمها اهي. طيب يبقى انا كده مش محتاجه الفيرست نيم ولا اللاست نيم، هعمل لهم ديليت، تمام. طب انا هنا بقى عايزه اعمل انشرت تاني. هنا الايميل بتاعي، الايميل ده ماشي، انا عايزه اجيب الايميل ده يكون مفيش مسافات فاضيه فيه، ويكون كله مثلا سمول. اعمل ايه عشان نجيبه؟ هقول له ايكوال، ده لو انا عايزه الايميل كله
اسماء بس اللور حروف صغيرة. طب الاول ناخدها حروف صغيرة، نقول له لور اهي، لور، واقول له ادي الايه الايميل، واقفل القوس واقول له انتر. جابها لي بس جاب لي فيها فراغ فاضيه، وجاب لي الحروف كلها سمول. طب انا عايزه اهو، هقول له ايكوال، هقول له دلت بقى ترم كده. الداله دي بتحافظ بقى على المسافات، ترم اهي. وبعدين هقول له بعد ترم هقول له لور، عشان انا عايزاها ايه، لور، عايزاها اهي، عايزه الحروف صغيره مع الايه المسافات. واقفل الايه القوس بتاعي والقوس بتاع الايه الترم، واقول له انتر. بص حافظ لي على المسافات، او شال المسافات الفاضيه وجابها لي كلها ايه سمول. تمام. طيب بمجرد باخدك هنا اما اعمل اوتو فيل كده، جاب لي الايه، نزلهم لي كلهم. طبعا مش هقدر ان انا احذف دي غير لما اثبت عندي العمود. هقول له كوبي، ومن كوبي اقول له بيست ايه فاليو. تمام. اصبح ايه الايميلات بتاعتي جاهزه اهي. هبتدي احذف الايه الجدول ده، خلاص مش عايزاه كده، انا نظفت كل ده. تمام. طب البرانش زيها الفرع ايه كويس. هنا هو هنا عايز يعمل الديبارتمنت. طيب عشان اعمل الديبارتمنت بقى، هو عامل لي القسم والاي دي بتاعه، يعني القسم والاي دي. انا بقى لو عايزه افصل، في طريقتين للفصل، في طريقتين للفصل. نعمل ايه بقى؟ تعالوا نعمل كده، نحدد الاول نعمل ايه انسيرت كده عشان نفتح الخليه، وواحده كمان انسيرت. طيب انا هنا مثلا هخلي الكلمه الديبارتمنت لوحدها كده، وهنا هخلي الاي جي كده. تمام. نبتدي بقى ايه نفصل. هو عايز ان انا افصل بقى الايه الديبارتمنت، هقوم معلمه عليه كله كده، كنترول شيفت داون. تمام. وهاجي زي ما قلنا اهو كده، من داتا كاستمر تو كولم، واقول له ايه افصل. تمام. نيكست. هو بيقول لي الفصل عندي بايه هنا، بالكومه صح، يبقى انا هضغط كومه كده اهي. اهو فعلا فصل لي فصل لي الديبارتمنت والاي جي بتاعه. وبعدين اقول له نيكست. طيب هنا بيقول لي في الديستنيشن بتاعتي، لا انا مش عايزاه يبدا من هنا، هشيل كده. هقول له طب ما انت عايزاه يبدا من هنا، اقول له عايزاه يبدا من هنا بقى. تمام. من اول هنا، واقول له ايه فينيشد. دي طريقه اهي اتفصلت. بردك ما انساش ان انا اعمل كده كنترول شيفت داون، سوري، اعمل كده هون قبل ما الغي بقى كده. هقول له كوبي بيست فاليو بنفس الايه الاسلوب كده. اصبحت ايه الاسامي زي ما هي. هنا باخدك ادي الحاجات بتاعتي زي ايه ما هي، الارقام مفيش بقى معادله. تمام. هقوم هنا لاغيه ايه، هنا هلغي الايه الديليمتر بتاعتي. على فكره عايزه اقول لكم اللي انا عملته ده مش صح. ليه؟ انا بعمل بس في الميل وفي الحاجات اللي هي الدلات اللي انا بعملها، لكن ده انا فصلت، فانا عادي هو كده كده لو مسحته هو مش هيتأثر، لان انا مش عامله معادله فيه، انا مش عاملاها بمعادله.
لا ده انا فصلت عادي. طيب بالنسبة للبرودكت بقى، ده مقسمهم لي مثلا كاتيجوري والسب كاتيجوري والايه والبرودكت اي دي. طب يبقى هنا كده انا عايزه اعمل 3 اعمده. تمام. اعمل ايه؟ في داله بقى حلوه جدا اسمها تكست سبليت. دي الداله دي مش هتلاقوها غير في 365 او في اوفيس 20 او 21. في الحاجات دي داله سهله جدا. بنعملها ازاي الداله دي؟ تعالوا بس كده، احنا بنعمل مثلا ايه 3 اهو insert، وادي insert insert. تمام. طيب هنا بقى هكتب كده الكاتيجوري، هنا كده السب كاتيجوري، السب كاتيجوري، وبعد كده هكتب الايه الاي جي، الاي جي برودكت. تمام. طيب باجي بقى اعمل ايه هنا؟ هقول له كده ايكوال، وهاجي اقول له تكست سبليت، تكست سبليت اهي، شايفينها؟ هضغط عليها كليكتين واعلم على الايه، على الايه الخليه دي كده، وبعدين اعمل كوما. هو هنا عندي فاصل بايه؟ باندر سكول، يبقى اقول له تو كوتيشن اندر سكول تو كوتيشن. تمام. وبعد ما اعمل كده او قافله بالايه القوس بتاعي واقول له انتر. بصوا بقى جابها لي ازاي، جابها لي كلها اهي. هعمل مجرد ما اقف كده هعمل اوتو فيل كده، هنزلها كده اهي اهي، نزلت لي كلها. تمام. هنا بقى ايه الفصل اهو. طيب دي معادله. تمام. ما ينفعش اشيل دي. بصوا طالما هنا في الفورمولا هنا معادله، يبقى لازم عشان عملت معادله لازم اعمل ايه؟ هحددها كده كنترول شيفت داون واعمل لهم كوبي، وبعدين بيست ايه فاليو. لازم ان انا ايه اعمل، لازم هنرجعهم كده. هنحدد الايه التلاتة مع بعض كده، وبعدين هعمل ايه كوبي، وبعدين بيست ايه فاليو. تمام. نزلوا هما، فاصبحت كده اقدر ان انا احذف كلمة الايه البرودكت بتاعتي، ما بقتش محتاجاها. تمام. طيب هنا بقى انا الباقي كله كويس اهو، البرودكت والشوبينج كومباني شركة الشحن والكوانتيتي الكمية والكوست هنا بقى في السيلز ما ينفعش اعمل معادلة لو المبلغ بتاعي موجود وجنبه كلمة دولار وما بينهم مسافة. طب اعمل ايه؟ لازم نشيل علامة الدولار، فبقول له كنترول شيفت داون، حدد العمود واقول له من هوم، هقول له فايند اند سيلكت، واختار كلمة ايه ريبليس. شايفينها هنا بيقول لي ايه هنا في مسافة، هعمل سبيس كده واكتب كلمة ايه دولارز، لا دولارز كده، وهاجي هنا في الريبليس ويز هسيبها مش هاجي جنبها، واقول له ايه ريبليس اول. بيقول لي هتشيلي كل اللي في العمود، اقول له اوكي تمام واقفل كلوز. كده خلصنا تنظيف البيانات. لو في اي سؤال او نقطة مش واضحة
اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الإكسل من البداية للاحتراف.